بص، سمعت التكه دي؟ هو ده الكليك اند انستليشن يا سيدي. كل اللي محتاج تتعامل معاه بقى في الشاحن دوت هو القطعه دي بس. اهلا بيكم، انا ايمن محمد من الكتريفايد، وامبارح وصلنا برودكت جديد شركه هواوي اطلقته للسوق، وهو شاحن سمارت. شاحن لما شفت الفيتشرز بتاعته ومميزاته بصراحه عجبني جدا، وحابب اعيشكم معايا التجربه ديت، وتعالوا نعمل له باكجينج ونشوف ايه المميز الجديد في شاحن هواوي الجديد. يلا بينا. خلونا بقى دلوقتي نعيش مع بعض تجربة الشاحن وصل لك، نشوف شكله عامل ازاي من جوه. تعالوا نعمل باكجينج مع بعض. تفتح الكرتونة، معمول بصراحة الباكجينج متكلف يعني حماية رهيبة من الصدمات لو وقع ولا حاجة، وفي نفس الوقت بيجي في القماشة الظريفة دي. شيلها. دي على جنب. اوكي، طيب ده منظر الشاحن زي ما انتم شايفين. شكله سمبل جدا، وزنه مش تقيل، وزنه خفيف برضو. 3 فتحات دولت اللي هنقول دلوقتي يعني بيعملوا ايه، وفتحتين من تحت، وده هنا مسمار برضو بتاع سيفتي هقول لكم عليه بعد كده. وبالشكل اللي هو يعني زي معظم الشواحن. وخلينا نتكلم بقى على ايه الحاجات اللي بتيجي معاه. بيجي مكان للكيبل جلاند، الحاجات اللي هي بيعدي منها الكابلات، وفي نفس الوقت عشان تقفل الفتحات اللي موجوده دي، اللي مش هنحتاجها في حاجه. ده الجلده اللي هتقفلها. طيب بيجي معاه ايه تاني؟ بيجي معاه طبعا الكتالوج بتاعه، اليوزر مانوال، ازاي تستخدمه وازاي تركبه والكلام ده كله. بيجي معاه كارتين RFID عشان تقدر تعمل اكسس لو انت مش عايز حد يستخدم الشاحن غيرك. فانت دلوقتي بيجي معاه الاثنين RFID دول، شكلهم لذيذ جدا. وتقدر تاد اكتر من كارتين، يعني تقدر لو انت مثلا شركه عندها مثلا عندها الناس بتاعتها بتستخدم الشاحن دوت 8 او وات ايفر، يعني تقدر تطلع اكتر من كارت، بحيث كل واحد يبقى ليه الكارت بتاعه، تقدر تعرف استهلاكه قد ايه، ويبقى ليه اكسس على الشاحن، يقدر يقفله ويشغله من خلال الكارت ده. فبرايفت اكسس يعني. طيب ايه تاني؟ بيجي معاه المسامير بتاعت التثبيت، وهنقول بيتثبت ازاي. ودي اكتر حاجه جميله في الشاحن، يعني اكتر حاجه عجبتني الشاحن. يعني زيه زي اي شاحن، ولكن في شويه حاجات بقى مميزه، هي دي اللي سهلت الموضوع قوي، يعني هنتكلم عنها. ودي الحاجات اللي هي عشان تعدي منها الكابلات وتبقى على الحيطه متثبته بشكل كويس. طيب اولا بقى خلينا نتكلم كده على الشاحن دوت، ايه الخصائص بتاعته، وبعد كده نتكلم عن الحاجات المميزه اللي فيه. اول حاجه، ده شاحن سمارت. سمارت يعني ايه؟ سمارت يعني تقدر اولا تاكسسه من خلال، او تتحكم فيه من خلال ابلكيشن. تقدر تتحكم في الباور اللي طالع منه من اول 7.4 اللي هو لو وصلت سنجل فيز هيطلع الماكسيمم بتاعه 7.4 لحد 22 كيلو وات. وهنا
كاتب لك كل تفصيله وكل امبير يقدر يطلعه على كل امبير قد ايه، او على كل فازه قد ايه. على الفازه مثلا لو عملت سنجل فيز 32 امبير 7.4 كيلو وات، لو عملته على 16 امبير هيطلع لك في حاله ال 3 فيز هيطلع لك 11 كيلو وات، وفي حاله ال 3 فيز لو 32 امبير هيطلع لك 22 كيلو وات. وده طبعا كل العربيات الجديده دلوقتي يعني من 11 ل 22 كيلو وات الاون بورد تشارجر بتاعها، فده مناسب لجميع انواع العربيات اللي موجوده من حيث الباور. طيب ايه تاني؟ هو سمارت يعني ايه برضو؟ تقدر تتحكم بقى كمان في الباور اللي طالع. طب انا مش عايز 7.4 كيلو وات، انا عايز اشحن باقل من كده. تقدر تتحكم من اول 1.3 لحد 22 كيلو وات، تقدر تعمل الكلام ده. طيب انا عندي في البيت في الصيف عندي تكييفات كتيره بتشتغل، احمال عاليه بتشتغل، مش عايز التشارجر ياخد الباور بتاعه كله، ولكن يبقى دايناميك حسب اللود اللي بيسحبه. بيبقى في ميزه اسمها الدايناميك لود مانجمنت، تقدر برضو ان انت من خلال ان هو بيسنس الباور اللي عندك في البيت، يعرف الافيلبل باور قد ايه المتبقي فيشتغل على اساسه. فهو ده في برضو فيتشر الدايناميك لود مانجمنت. طيب تقدر كمان تعمل بيه ايه؟ تقدر توصله على منظومه طاقه شمسيه منفصله تماما تشحن بيها العربيه الكهرباء. انا مش عايز اخلي حمل العربيه الكهرباء اللي عندي على البيت، عايزه على الطاقه الشمسيه. فلو انت عندك منظومه طاقه شمسيه تقدر توصلها على الشاحن دوت، وتخلي بيبقى اسمها بي في باور بريفيرد. يعني البريفير ان انا بفضل الباور بتاع السولار انرجي الاول اللي استخدمه عشان اشحن بيه العربيه. وبره طبعا بيستخدموه عشان الكهرباء في اوقات معينه بتبقى غاليه، الصبح مثلا بتبقى اغلى، فيقول لك خلاص خلينا الصبح نشتغل على الطاقه الشمسيه بس. فده يقدر يدي الاولويه لاستخدام الطاقة الشمسية الأول. عندك بطاريات برضو يقدر ياخد من البطاريات ويشحن بيها العربية، بيشحن مثلا فترة الصبح، وبالليل ياخد الطاقة دي يشحن بيها العربية الكهرباء لو انت عندك المنظومة دي. طيب تعالوا بقى نتكلم على أهم حاجة عجبتني في الشاحن ده، اللي خلت الموضوع سهل جدا لدرجة ان اليوزر ممكن يركبه، يعني او اي حد كهربائي يركبه بأمان من غير ما يبوظ الشاحن او يعمل اي مشكلة، لانه سهلوا الموضوع جدا. اولا التصميم بتاع الشاحن ده في تركيبه معمول بحاجه اسمها كليك ان انستليشن. كليك ان انستليشن عن طريق كليك، هسمعها لكم دلوقتي، تقدر تركب الشاحن دوت بمنتهى البساطه. في الطبيعي الشواحن بتركب ازاي؟ بيبقى بتعمل لها الماونتنج بتاعها على الحيطه، تمام؟ خلينا نشوف كده. تعمل لها الماونتنج بتاعها على الحيطه وتقوم مركبها على الحيطه وبعد كده تثبته. طبعا وزن الشاحن بيبقى تقيل، فعايز طبعا يعني بيبقى محتاج يعني حد بروفيشنال يركبه بشكل صحيح ويبقى فاهم بيركب ازاي وعارف يتعامل معاه. طيب ده سهلوا الموضوع لدرجه ان انت عامل حاجه اسمها كليك ان انستليشن. شايفين الثلاث فتحات اللي فوق دول؟ هحط فيها صوابعي، بص سمعت التكه دي؟ هو ده الكليك ان انستليشن يا سيدي. كل اللي محتاج تتعامل معاه بقى في الشاحن دوت هو القطعه دي بس، القطعه اللي هي خفيفه جدا 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 يعني، وفي نفس الوقت امان بقى، لان انت ما بتتعاملش مع الشاحن خالص، بتتعامل مع القطعه دي بس، بتثبتها بمنتهى السهوله على الحيطه، بتدخل الباور بتاعك. خلينا نعمل كده كاننا بنركب. يبقى انت محتاج ايه وانت بتركب؟ المسامير بتاعتك اهي، وتعلق الجزء الخلفي دوت بتاع الشاحن. وتعالى نشوف بقى كده. اول حاجه هتعلم هنا 1 2 3 4، عندك مكان الاربع مسامير، تخرم تحط الفشارات. ثبت ده يا سيدي العزيز، تمام. طيب لوحه الكهرباء ولنفترض ان هي فوق، تقدر تدخل الكابلات من هنا من هنا من هنا من وات ايفر، الموضوع سهل جدا. طيب لوحه الكهرباء تحت، عامل لك فتحات من تحت، تقدر تدخل الكهرباء كمان من تحت. طيب عامل لك كمان فتحات عشان تدخل منها كابل الايثرنت، احنا قلنا ده سمارت، فقدرت تكونكت عليه من خلال الابلكيشن. فلو تقدر توصل كابل ايثرنت من اي حته برضو وتوصله على الشاحن. طب يا ايمن، طب انا الكهرباء سهله اوصلها بس النت هيبقى صعب، اكيد مش هوصل كابل انترنت المسافه دي كلها، او ده مش جنب ده، اعمل ايه؟ الشاحن فيه ميزه ان هو بيشتغل بالواي فاي، انت حطه في مكان بس فيه واي فاي ياخد كفرج كويسه، وتقدر برضو تخليه يشبك على الانترنت وتاكسسه من خلال الابليكيشن. الموضوع بقى بسيط لدرجه ايه؟ ان هو بص قايل لك انت في حاله لو هتوصل مثلا سنجل فيز، اهو عامل لك حتى العلامات. لو انت هتوصل سنجل فيز وصل لاين 1
مع الارضي، وعندك النيوترال اهو. هتوصل 3 فاز، كاتب لك L1 L2 L3 نيوترال والارضي. توصل بقى زي ما انت عايز. انا شفت يعني حاجات جميله جدا بيعملوها. في ناس بتقسم مثلا الارضي بيدخلوه من هنا من الشمال، الارضي والنيوترال، ويدخل الثلاثه فاز من هنا عشان يبقى الموضوع سهل وشكله شيك قوي. وبصراحه بيبقى الشكل والمنظر جميل قوي. عايز اقول لكم كمان يا جماعه، ما اكتفوش بكده، ده قايل لك كمان طول السلك اللي هيبقى جوه هتقطعه ازاي وتقشره ازاي عشان تضمن ان مفيش حاجات زيادات، ويبقى الشكل كويس قوي والتركيب سهل جدا جدا جدا. لو جبنا الكرتونه هنشوف. بصوا حاطين لنا ايه من هنا من الجنب. حاطين لنا اهي سوري، خدت هي من جوه. ترفع كده، بص جايبين لك، اتمنى ان هي تكون باينه في الفيديو، جايبين لك الاطوال. بيقول لك لو انت هتوصل السلك مثلا من الشمال هتدخل الاطوال ازاي. تمسك كل سلكه تحط السلك عليها كده وتقطع عند الحته دي. ده مثلا ال L1 ال L2 نفس الكلام. ال L3 هيبقى طوله كذا، والنيوترال كذا، والارضي كذا، لان دول هيخشوا من اليمين، فاول كابل هيوصل يبقى اقصر كابل طبعا، وبالتدريج هيبقى اطول. فبيقول لك كمان تقطعها ازاي بحيث ما يبقاش فيه زيادات جوه الشاحن ملهاش لازمه، ويبقى شكلها مش كويس، او تخلي التركيب مش كويس، او تخلي السلك يضايق بعضه. ولو هتدخل من الكابلات من الشمال تقدر تعمل ايه، ولو هتدخل من اليمين والشمال خلاص قلناها. يعني ممكن تسهل على نفسك، او انت تعملها بشكل كمان اللي يريحك، يعني الطريقه الاسهل. فتحات موجوده، طريقه التركيب موجوده، اطوال السلك الداخليه هيبقى طولها قد ايه موجوده. تعالوا بقى نوريكم دلوقتي الجمال بقى. ده ركب خلاص على الحيطه. خلينا نفترض ان دي الحيطه ودي ركبت انت ثبتها خلاص. تيجي بقى الشاحن بقى طريقه تركيبه. بصوا بقى الجمال. هنا طبعا الشاحن لما تشوفوا هتلاقوا هنا طبعا الخمس بنات بتوع الكهرباء، نيوترال واللاين والنيوترال والارث، اسف، الارضي والنيوترال، واللاينات بقى لاين 1 لاين 2 لاين 3، حسب تركيبك وحسب توصيلك عامل ازاي. تيجي بقى ايه دلوقتي انت عايز تركب ده متثبت على الحيطه. تيجي بالشاحن كده اهو تحطه، وهتعمل ايه، هتقوم سحبه لتحت. تك اللي انت شفتها دي، انا مش عارف سمعتوها ولا لا، بس خلينا نعملها تاني اهو. موضوع اعتقد الفكره واضحه جدا يعني. اهو الشاحن كده تمام، هو اتثبت على الحيطه اهي، وانت تقوم جايب الشاحن مركبه ماسكه كده حطه على الحيطه، وعامل التكه الظريفه، وفي اقل من ربع ساعه بقى عندك شاحن تقدر متركب بسهوله جدا جدا. طبعا حاجه من الحاجات كمان المميزه ان هو الانجل ديت اللي موجوده على الشاحن، هو كمان عملها لك سهلها لك، عشان الشاحن وهو راكب على الحيطه وانت جاي تركب الكيبل ما تحتاجش تلوي ايدك كده او تعمل، تبقى الموضوع سهل في كل حاجه. فدي افضل زاويه تقدر تركب منها الكيبل. هتوصل هيبقى الموضوع سهل جدا. دي طبعا بتنور، بتديك ازرق واخضر حسب الستيتس بتاعت الشاحن، او احمر لو في فولت. فالموضوع هواوي بصراحه انا شايف ان هم اهتموا جدا بالديزاين، سهلوا الموضوع بشكل كبير جدا جدا سواء على اليوزر او الانستولر. واعتقد ان الشاحن ده هيبقى مميز جدا البيوت طبعا، وكمان الحاجات السيمي كوميرشال، الناس اللي عندها اوريدي ناس عايزه تستخدم الشاحن ويبقى ليهم اكسس خاصه زي ما قلنا، تقدروا يستخدموه من خلال الابلكيشن، او من خلال الكروت الار اف اي دي، او من خلال البلوتوث كمان يقدر ياكسس الشاحن. ليه موبايل ابلكيشن هيوريك استهلاكه قد ايه، هيوريك الباور اللي موجود قد ايه، هيوريك السيفنجز قد ايه. شاحن متكامل. شكرا هواوي، قدمت منتج جميل، ونراكم في فيديو كويس. وما تنساش لو عجبك الفيديو واستفدت منه تعمل لايك وشير، ولو حد بيدور على البرودكت ده يا ريت تقول له. هسيب لكم اللينك في الديسكربشن، تقدروا تعرفوا سعره وتسالونا على تفاصيل وتتواصلوا معانا عشان تركبوه. دلوقتي عليه ديسكاونت حلو قوي، مقدمينه سبيشال للكوميونتي بتاعنا، فما تنسوش تتواصلوا معانا عشان لو تاخدوا الشاحن ده، ولو بتدوروا على شاحن مميز. شكرا لكم.